انسيلي بقى اي وصفة كفتة جربتيها قبل كده، لان وصفة الكفتة دي لا دقتي ولا هتدوقي في جمال طعمها. حقيقي وصفة من الاخر، تنفع بقى جنب شوية رز، جنب شوية مكرونة، جنب شوية سلطة طحينة كده ومخلل زي ما احنا عاملينها النهاردة. تنفع سندوتشات بالطريقة اللي انت شايفاها كده. حقيقي لو جربتي وصفة الكفتة دي هتعتمديها في وصفات اكلاتك طول الشهر، لانها حقيقي طعمها حلو. ما يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف وصفتنا الحلوة دي اتعملت ازاي. لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله. عشان اعمل بقى الكفتة بتاعتي عندي بصلتين كده متوسطين، هقطعهم ارباع وانزل بيهم في الكبة بتاعتي. تمام. هنزل عليهم كمان ب2 فص توم صحيح، وما تكتريش عن كده توم عشان ريحة التوم ما تبقاش طاغية قوي على الكفتة بتاعتنا. هنفرم كبة كده ناعم جدا جدا زي ما انتوا شايفين. تمام. بعدين هجيب بول عندي كده وهنزل فيها بنص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دسم بسيط. بعدين هنزل عليها بالبصل المفروم بتاعي، مش هصفي ميته ولا حاجة، هنزل كده بكمية البصل كلها من غير ما اصفي اي مية منه. تمام. بعدين هنزل عليهم بقى بمعلقة صغيرة كده من هريسة الشطة دي اللي عملناها مع بعض، او الفلفل الاحمر الحار. لو حابة تستغني عنه تقدري طبعا تستغني عنه. بعدين معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، كمان معلقتين كبار من البقسماط المطحون السادة خالص، معلهوش اي اضافات. هعجن بقى الكفتة بتاعتي. كنت نسيت بقى ان انا احط بقدونس، فهرجع كده واحط حوالي حزمة بقدونس مفروم. ده بقدونس مجمد عندي في الفريزر. تمام. كمان هنزل بربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهعجن بقى الكفتة بتاعتي كده كويس قوي قوي لغاية لما تنعم معايا خالص وتمتزج مع بعض كويس جدا جدا. لو حابة تعملي الخطوة دي في الكبة تقدري تعمليها في الكبة، بس انا بصراحة بحب اعملها على ايدي. شايفين كده الكفتة بتاعتي اتعجنت كويس جدا جدا. وبكده بقى تكون الكفتة بتاعتي اتعجنت كويس قوي وعملت شعيرات كده زي ما انتوا شفتوا معايا كده، هي اتسمغت وبقت تمام. هبتدي بقى اصبع الكفتة بتاعتي. هجيب بقى طبق كده فيه مية وابل ايدي فيه، وهبل كمان الطبق بتاعي كده ادهنه كده بالمية، وابتدي اصبع الكفتة بتاعتي من غير زيت ولا من غير اي حاجة، هي شوية مية عشان الكفتة ما تلزقش في ايدي. وابتدي بقى اصبع صوابع الكفتة كده، مش عايزاها طويلة قوي يعني وسط. تمام. دهنا كده الطبق بشوية مية عشان الكفتة ما تلزقش فيه، وهكذا واحدة كمان زي ما انتوا شايفين كده معايا. سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش اي وقت، كمان بتتعمل على النار زي ما هنشوف كده مع بعض. تمام. حقيقي طعمها حلو جدا جدا. لو حابة كمان تستغني عن الفلفل الحار تقدري تستغني عنه، بس لما بتبقى صراحة الوصفة دي مشطشطة شوية بتبقى حلوة جدا. هعمل بقى الكمية كلها كده وعملناها كده ما شاء الله. تمام. هجيب بقى عندي صينية كده على النار، هسخنها كويس جدا على نار عالية، انزل فيها بمعلقة كبيرة كده من السمنة. بعدين هنديها رشة من الملح عشان الكفتة بتاعتي متلزقش. وهبتدي بقى ارص صوابع الكفتة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزة اديها صدمة على الناحيتين، فهنزل بيها كلها كده. اهم حاجة انزل كده بالتدريج، ما ادلقهاش كلها مرة واحدة عشان ما تبردليش الصينية بتاعتي وتنزل ميتها. انا عايزة الصينية بتاعتي تفضل سخنة جدا. نزلت كده الكمية كلها. ابتدي كده بقى اول ما احس ان هي اتشمعت كده على اول ناحية ابتدي اقلبها على الناحية التانية. تمام. عشان تاخد برضو لون ذهبي من الناحية التانية زي ما انتوا شايفين معايا كده، ولا بتلزق معايا ولا كمان بتفك، ما شاء الله متماسكة جدا جدا. هبتدي بقى ارفعها كده على طبق زي ما انتوا شايفين. كانت ريحتها حلوة جدا. تمام.
رفعناها بقى كده على طبق، هركنها على جنب. بعدين هنزل مكانها، هنزل ببصلايه متقطعه جوانح كده، وهبتدي ان انا اشوحها لغايه لما البصلايه بتاعتي تدبل. بعدين هنزل كده بقرنين من الفلفل البارد، هديه برضو تشويحة كده مع البصلة لغاية لما احس ان هو دبل شوية. بعدين بقى هضيف لهم معلقة صغيرة من هريسة الشطة، ورشة من الفلفل الاسود، رشة كمان من الملح عشان احيق الخضار بتاعي كده، وهديهم كلهم تشويحة لغاية لما احس الخضار بتاعي دبل شوية. هجيب بقى كده طماطمتين كبار واضربهم في الكبة بدون اي ولا نقطة مية، ولغاية لما يبقوا عصير تقيل كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بيهم على الخضار بتاعي، وكمان مكان الكبة كده حطيت شوية مية عشان ناخد اي بواقي باقية في الكبة من عصير الطماطم. ونزلتهم بقى كده على الصينية بتاعتي، وهسيبها تتسبك مع نفسها. هنا بقى بعد ما الطماطم اتسبكت كده واخدت كل البهاريز اللي كانت لازقة في الصينية اللي كانت نازلة من الكفتة، وبقت طعمها تحفة جدا جدا، هنزل بقى بصوابع الكفتة كده بتاعتي، واي عصارة فيها برضو هنزلها، وهديها كده تقليبة سريعة زي ما انتوا شايفين. هغطيها كده دقيقتين 3، بعدين هكشف عليها كده تكون شربت شوية من الصوص. الوصفة دي كمان لما بتبات بيبقى طعمها احلى كتير، لان هي ان انتي تاكليها في اول يوم. شايفين الصوص او الخلطة مغلفة كده الكفتة ازاي تحفة. هنرفعها بقى من على النار كده ونعمل شوية سلطة طحينة. انا كنت لسه عامله الطحينه، ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو منفصل. مكانها بقى كده في شفشق الخلاط او في دورق الخلاط، هنزل بحوالي نص كوبايه من الطحينه، فص واحد من الثوم، رشه من الكمون، كمان رشه من الكزبره، كمان عصير ليمونه كامله، تمام، كمان معلقه صغيره كده من الفلفل الاحمر عشان تبقى الطحينه بتاعتي كده مشطشطه شويه، تمام. بعدين نزلت بشوية كده من المية بالتدريج، وهضرب بقى خليط سلطة الطحينة معايا كده. هديها كمان معلقة كبيرة من الخل، ومنسيناش طبعا رشة الملح. وفي ثواني بقى عندنا سلطة الطحينة في الخلاط، سهلة جدا وبسيطة. شايفين القوام بتاعها تحفة بجد. هنقدمها بقى جنب الكفتة بتاعتنا، جنب شوية مخلل وعيش بلدي كده، وهتبقى غدوة حلوة جدا. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها وبإذن الله تعجبكم. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.